طيب انا هيأت الفليكس بوكس بتاعي. جيت هنا الاول حددت الفليكس دايركشن، الاتجاه اللي هو الاتجاه الرئيسي بتاع توزيع العناصر. ماشي. انا عندي الاتجاهات بتاع توزيع العناصر، يعني هحط العناصر ازاي، هرصها ازاي، هرص العناصر واحد ورا التاني ازاي. يا اما الاتجاه ده اللي هو الاتجاه الرأسي، يا اما الاتجاه التاني اللي هو الاتجاه الافقي. الاتجاه الافقي يعني بوزع العناصر يمين وشمال، يعني بوزعها كده، واحد هنا وواحد هنا مثلا، على حسب بقى الطريقه اللي انا بوزع بيها. تمام. عايز اوزعهم في الاخر مثلا واحطها في الاخر، عايز احطها في الاول احطها في الاول هنا. فكده كده انا بتحرك ايه، يمين وشمال. ده اللي هو المحور اللي هو الافقي. امتى بوزع المحور الافقي ده؟ لما بقول له رو، يعني قلت له فليكس دايركشن رو، خلاص هو عارف ان المحور الرئيسي بتاع التوزيع عندنا. هفهمك يعني ايه محور رئيسي دلوقتي. المين اكسس اللي هو الايه، محور الاكس اللي هو المحور الافقي ده كاتب عليه رو. طيب، في محور تاني اللي هو الرأسي، يعني فوق وتحت. يعني لو انا اخترت قلت له فليكس دايركشن خليهولي كولوم، كولوم، قلت له خليه التوزيع بتاعه كولوم، ايه اللي هيحصل؟ هيقوم ماسك العناصر وموزعها، بس مش بالعرض، مش يمين وشمال، يوزع لي فوق وتحت. يعني مثلا يجيبها لي فوق كده، او ينزلها لي تحت كده، او يحطها لي في النص هنا برضو بالنسبه لفوق وتحت. تمام. تمام. طيب انا دلوقتي حددت الاتجاه الرئيسي اللي هو الرو، يبقى هوزع العناصر ازاي؟ اوزعها يمين وشمال. وقلت له آه قلت له هتوزعها لي يمين وشمال ازاي؟ انا اخترت الطريقه دي، قلت له سبيس اراوند. يعني ايه سبيس اراوند؟ يعني حط لي مسافات حوالين العناصر يمين وشمال العناصر. يعني بص كده، مثلا انا هفترض ان الكونتينر كله اللي هو المنطقه دي، ده الكونتينر كله. تمام. تمام. ده كده الكونتينر كله. انا بقول له وزع لي العناصر دي على حسب الاتجاه اللي انا حددته اللي هو رو افقي يمين وشمال. وزعها لي سبيس اراوند، يعني حط لي مسافات يمين وشمال. يعني ايه؟ هاخد العناصر دي، نمسك، تخيل مثلا ان هم ما عنديش الا اربعه دول، نفترض ان هم اربع عناصر بس. هاجي احط كده العناصر كده اهو، دي سبيس اراوند. يعني سبيس اراوند يعني بقول له حط لي مسافات حوالين العناصر. يعني امسك العنصر ده حط لي مسافه هنا، وحط لي مسافه هنا اهي لحد الحته دي كده. امسك العنصر ده حط لي مسافه هنا. فلو تلاحظ ما بين العنصر ده والعنصر ده في مسافتين، اللي هي المسافه بتاعت ده الشمال والمسافه بتاعت ده يمين. فعشان كده تلاقي الحته هنا اكبر من الحته اللي هي اللي على الطرف دي. هنا نفس الكلام، مسافه ومسافه، مسافه ومسافه ومسافه في الاخر اللي هي حوالين الاخير ده. فانا كده عملت سبيس اراوند. طيب دي طريقه التوزيع. آه، انا بقى عملت حاجه كمان اسمها فليكس راب، اللي هي ايه؟ انا بقول له لو العناصر كترت، يعني نفترض ان ايه، ان انا موزع العناصر كده والعناصر في اربعه كمان هيتوزعوا. طيب هحط الاربعه التانيين فين؟ انزل لي بقى على السطر اللي بعده. طالما العناصر مش مكفيه روح نزلها على سطرين او اكتر من سطرين. يعني كلمه راب دي اصلا معناها ايه؟ راب معناها لف. يعني خد الحاجه لفها لي لحد، عارف انت لما تيجي تمسك طياره ورق، تمام، وانت عايز تجمع الطياره الورق كلها، عايز الطياره الورق كلها، عايز الخيط بتاعها يعني ايه، عايز تعينه. فانت اكيد مش هتعينه وهو مبعزق كده طوله مثلا 20 متر مثلا يعني. فانت هتلف الخيط كله على بعضه لحد ما يملى البكره. فعشان كده بنقول على دي راب، يعني لف لي العناصر، خد واحد اتنين تلاته اربعه، ده اتملى، انزل على اللي بعده، لف بقيه العناصر هنا وزعها. يعني واحد اتنين تلاته اربعه، خلصت، انزل على الصف اللي بعده لحد ما تملى لي الايه، الصفوف كلها. تمام. فالعناصر هنا بتخلص صف وتنزل تلف على اللي بعده، تخلص صف تنزل تلف على اللي بعده، وهكذا زي البقره كده لما تيجي تلف بقره خيط. طيب نيجي بقى للخاصيتين اللي احنا بنتكلم عليهم، اللي هي align items، نحطها تحت هنا، والاين كونتنت. واكيد الخاصيتين دول مش زي بعض، ان هم لو زي بعض ما كانوش عملوا خاصيتين يعني، بس هم شبه بعض شويه. وهنقول دلوقتي الفرق ما بينهم يعني. طيب اولا الخاصيتين دول انا حطيتهم هنا، كتبت عليهم opposite axis. يعني ايه؟ الخاصيتين دول بيمشوا عكس اتجاه المين اكسس، عشان كده بقول لك سميت ده مين اكسس. يعني ايه؟ ده الاتجاه الرئيسي يمين وشمال. لما جينا عملنا جاستيفاي كونتنت وزعنا العناصر يمين ناحيه يمين وناحيه الشمال. هنا بقى دول اللي هي الاين ايتمز دي توزيع بس باتجاه العكس. عشان ايه؟ انا دلوقتي بص العناصر كده متوزعه يمين وشمال ماشي، بس انا افرض ان انا مش عايز العناصر
افرض ان انا مش عايز العناصر تبقى في النص اللي فوق بس، انا عايزها تبقى في النص اللي فوق والنص اللي تحت. مثلا انا حر يعني اوزعها بشكل رأسي المره دي، يعني احط شويه فوق، شويه في النص اللي فوق، وشويه في النص اللي تحت. احط مثلا كله فوق واسيب ما احطش حاجه تحت، احط كله تحت وما فيش حاجه فوق. فانا عايز اظبط توزيع العناصر برضو، بس من الناحيه التانيه العكس. هي طالما انا عامل هنا رو، يبقى العكس بقى، يبقى احنا هنا هنوزع كولوم، يبقى هنوزع فوق وتحت. طيب جيت انا اخترت، بقول له ايه، تعال نمسك الاول الالاين ايتمز دي، اعمل لي فيليكس ستارت، يعني حطها لي في البدايه. هنوزع فوق وتحت، بس هناخد العناصر نحطها في البدايه. يبقى انا عندي العناصر هي كلها دولت، هاخدهم احطهم ستارت يعني فوق او تحت. طيب اختار انت بقى، ايه رايك فوق ولا تحت؟ ايه الستارت بالنسبه للمتصفح؟ فوق. عند الستارت الديفولت بتاعها ان هي بتبقى فوق. نيجي بقى نشوف الفرق ما بين ايه، الاونلاين ايتمز والاونلاين كونتنت. بص انا عملت العناصر بالشكل اللي قدامك ده، طولتها شويه ليه؟ لان اصلا القيمه الطبيعيه الافتراضيه للخاصيتين دول انها بتبقى عاملاهم بالشكل اللي انا عامله ده اسمه ستريتش. يعني ايه؟ كل عنصر بياخد ويتفرد كده، كل عنصر بياخد ويتفرد. بيتفرد في ايه يعني؟ في الصف بتاعه. يعني بص كده، العناصر دي اللي قدامك دول 8 عناصر، في 4 تحت و4 فوق. انت كده عندك كام صف؟ صف يعني بالعرض. صف يعني ايه؟ ده كده صف، اللي هو ده وده وده وده، اللي هو النص اللي فوق ده كله، دول كده صف، واللي تحت صف، يبقى انت عندك صفين. فانا عملت استريتش، كل 4 عملوا استريتش في الصف بتاعهم. طيب دي القيمة الطبيعية، تعالى بقى نلعب فيها. انا اول حاجة اعمل اونلاين ايتمز. ايه الفرق بين الاونلاين ايتمز واونلاين كونتنت؟ انا مثلا عايز اعمل القيمه بتاعتهم، ان انا عايز اعمل فليكس ستارت، يعني عايز اخد العناصر واوزعها في ستارت اللي هي البدايه. احنا قلنا الاونلاين ايتمز والاونلاين كونتنت الاثنين بيشتغلوا عكس المحور الرئيسي. المحور الرئيسي احنا كنا قلنا من يمين وشمال الافق. احنا دلوقتي شغالين على الاونلاين ايتمز والاونلاين كونتنت، يبقى الاثنين دول بيشتغلوا فوق وتحت، اللي هو المحور الطولي المحور الرأسي. يعني اوزع العناصر فوق وتحت، تمام، النص اللي فوق والنص اللي تحت. طيب انا بقول فليكس ستارت، يعني بقول ايه؟ حط لي العناصر فوق. طيب ازاي بقى؟ ايه الفرق ما بين فليكس ستارت هنا وفليكس ستارت هنا؟ تعالى بقى نبص في الايتمز. كلمه الاين ايتمز معناها بيقول لي ايه؟ خد العناصر جوه الصف بتاعها. يعني امسك الصف اللي فوق ده اللي هو النص الفوقاني، في كام عنصر؟ 4 عناصر. بص لي على الصف ده لوحده ومالكش دعوه بالصفوف التانيه. اعمل لي بقى ايه؟ الاين فوق. يعني ايه؟ خد العناصر، احنا هنشيل بقى الاسترتش دي، لان الاسترتش احنا كنا اصلا القيمه الابتدائيه، يعني انت لو ما حطيتش اي حاجه هو بيعملها استرتش كده، بياخد العناصر يعملها استرتش. تمام. طيب انا بقى مش هعملها استرتش، انا هعمل ايه؟ هفك الاسترتش ده، يعني هقصر العناصر وهحركها في الفراغ ده. احطها فين بقى؟ على حسب اللي انت قايله له. انا قايل له فليكس ستارت، يبقى احطها في البدايه. البدايه بالنسبه للمتصفح فوق ولا تحت؟ ما احنا بنتحرك فوق او تحت. البدايه بالنسبه للمتصفح هتبقى فين؟ هتبقى فوق. انا هاخد العناصر واحطها فوق كده. كده انا عملت فليكس ستارت. بالنسبه لايه؟ بالنسبه للصف، ماليش دعوه باللي تحت دول خالص. بالنسبه للصف يعني انت بص دي، بص للحته دي كده، خدت الاربع عناصر اللي هم اللي بالاصفر دول ورحت حاشرهم فوق الصف في الاخر كده، كاني راكنهم كده فوق الصف في الحته دي كده، زخنقتهم هنا وبقيت الصف فاضي. تمام. تمام. نفس الكلام هعمله مع الصف اللي تحت. انزل بقى على الصف اللي بعده، نمسك الصف ده، اعمل لي الاين ايتمز ستارت فوق، فليكس ستارت يعني. هاخد الاربع عناصر وهفك الاسترتش بتاعهم ده. انا خلاص هشيل الاسترتش ده وهقصرهم، دي من القيمه الطبيعيه بتاعتهم اللي هو الطول الطبيعي بتاعهم، واحط الارتفاع قصدي بتاعهم. وبعد كده هحطهم فين؟ هلزقهم برضو فوق. فوق فين؟ فوق بالنسبه للنص اللي تحت، بالنسبه للصف بتاعهم اللي هو ده اهو. بالنسبه للصف ده فين؟ فوق اهو. رحت طالع 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 وحاشرهم، حاشرهم في سقف الصف كده، في الحته دي كده بس. ماشي. ده كده ايه اللي انا عملته؟ ده فليكس ستارت. فليكس الاين ايتمز فليكس ستارت، يعني انا باخد العناصر جوه كل صف واحشرها فوق. طب انا عايزها اند، يبقى انا عايز اعمل فليكس اند مش فليكس ستارت. هاخد العناصر اهم في كل صف، واقوم نازل 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 لحد اخر الصف.
اخر الصف بس، ده اخره اقف. امسك العناصر في الصف اللي تحت، النص التحتاني، واقوم نازل 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 لحد ما احشرها في الاند بتاع الايه بتاع الصف دي، كده فليكس اند. تمام، فليكس اند. طيب نيجي بقى الاونلاين كونتنت. اونلاين كونتنت بتقول ايه؟ هي دي اونلاين ايتمز، يعني احنا بنعمل محاذاه للعناصر نفسها، بمسك العناصر واقعد احركهم. انما اونلاين كونتنت ما بتتعاملش معاهم ان هم عناصر منفرده. يعني انا لما جيت اتعامل مع دول اتعاملت معاهم على انهم اربع عناصر منفرده، حركت واحد واحد فيهم، ده لوحده ده لوحده ده لوحده ده لوحده، كانهم اربع عناصر في كل صف. وهنا نفس الكلام. اونلاين كونتنت بقى انا باخد الكونتنت كله على بعضه، وماليش دعوه بايه، ماليش دعوه بقى بالصفوف، انا ماليش دعوه بالصفوف. انا هاخد الكونتنت كله. مين الكونتنت؟ اللي هم الثمان عناصر دول، هاخدهم كده جنب بعض اهم، 2 3 4، تمام اهمت، واخد دول معاهم كوحده واحده كده اهو. نجمعهم بس مع بعض الاول، اهو 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 اهو. كده انا معايا دول كلهم ككتله واحده كده، جروب. وبعد كده بعمل ايه؟ بحركهم بقى في الاتجاه اللي انا عايزه. يعني انا عايز مثلا احطهم في السنتر، هتبقى هنا ده السنتر. عايز احطهم فوق، اطلع احطهم فوق كلهم مع بعض كده. احطهم تحت، هحطهم تحت، احطهم تحت هنا كده دي. وهكذا بقى. اختار القيمه اللي انت عايزها. انا مثلا عايزها فليكس اند، هتبقى دي الفليكس اند بتاعتي. يعني مش زي التانية كده. التانية تلاقي في اربع عناصر محطوطين في الحته اللي تحت هنا، اللي هم دول اللي كانوا فوق كانوا بيتحطوا في الحته دي كده، في الزور ده. واللي تحت كانوا بيتحطوا في الزور ده زي ما هم كده. انما هنا احنا خدناهم كلهم كتله واحده مع بعضهم كده. طيب بص بقى للايه، للعناصر بالشكل ده كده. هم برضو عباره عن صفين صح، بس لازقين جنب بعض. طيب لو انا دلوقتي افرض ان انا عامل الخاصيتين دول مع بعض، هل كده معناها ان يعني انا لو جيت عملت في المتصفح الخاصيه دي، عملت ايه هنا align content flex end وهنا align items flex end، تمام، ونشوف النتيجه، هنشوف مين اللي هيغلب. احنا عارفين شكل الاثنين اهو. بص كده، اللي فات ده اللي انا كنت، لحظه واحده، ده كده align items اهو، نزل في الصف، نزل ادي تخيل الرسمه دي مرسومه نصين، نص فوق ونص تحت. انا خدت النص اللي فوق ولزقت في العناصر في اخره في الزور تحت خالص. جيت بقى في النص اللي بعده، رحت واخد العناصر اللي هم اللي تحت دول ومنزلهم منزلهم منزلهم لحد ما لزقتهم تحت خالص. دي كده ايه، فليكس اند. بس ايه بتاع الايتمز بالنسبه للعناصر، مش بالنسبه للكونتنت. الكونتنت بقى، جيت انا هنا عدلت هنا وعملت ايه، عملت كونتنت وعملت ايتمز الاثنين مع بعض. يعني بص، او تعال نلغي الايتمز، عملت كونتنت. بص اللي هيحصل، هينزلوا كلهم ككتلة واحدة، ينزلوا مع بعض تحت. طب افرض بقى ان انا عملت الاتنين كده، مين بقى اللي هيشتغل؟ بص كده، انا عملت ريفرش على فكرة. اللي اشتغل مين كده؟ الكونتنت صح؟ يعني معنى كده ان الكونتنت لغت الايتمز؟ لا، هي ما لغتهاش. هما الاتنين اشتغلوا مع بعض، بس انا هقول لك ازاي. تعال نرجع هنا. اللي حصل هو ايه؟ انا جيت الاول، هو جه الاول نفذ اللي هي الاين كونتنت، فخد العناصر اللي هم الثمان عناصر دول تحت بعض كده وراح حاططهم تحت. بعد كده بدأ ينفذ align items. فبيقول له ايه بقى؟ بيقول له خد في كل صف، يعني تعالى كده نمسك الصف اللي فوق، الصف ده، الصف ده اهو، ورتب لي العناصر فيه فليكس اند. طيب عايزين نعرف الصف ده اصلا مساحته قد ايه. فاكرين الصف قبل كده كان مساحته عامله ازاي؟ كان واخد الحته دي كده صح، الحته الكبيره دي، كان في فراغ فيها، فاكرين؟ عشان كده كانوا بيتحركوا فوق وتحت، بيتحركوا فوق وتحت، كان في مساحه فاضيه. هنا بقى تحت اللي حصل ايه بقى؟ ان الصف بقى هو على قد حجم العناصر بالظبط. يعني الصف بقى الحته دي كده، شايفين؟ ده الصف كده، الحته دي. طب انا عملت فليكس اند، يعني انا دلوقتي جيت عملت فليكس اند، ايه اللي حصل؟ المفروض العناصر دي تنزل تحت اخر الصف بتاعها. عملت فليكس، انا بقى دلوقتي هطبق الفليكس اند بتاع الايتمز. احنا خلاص طبقنا الكونتنت والعناصر كلها تحت ايه. خلينا بقى في ايه، في الصف ده عشان نطبق عليه اللي هي الفليكس اند بتاع الايتمز. هاخد الاربع عناصر دول اللي بالاصفر وانزلهم تحت لحد اخر الصف. يعني امسك دول وانزلهم تحت. طب ما هم اصلا تحت خلاص، ما هو الصف خلص، ما هو ده اخره. يعني لو نزلت كده انا كده خرجت بره الصف؟ لا، انا كده اخره. يعني ايه؟
يعني انت كده كده مش هتتحرك اصلا، لا هتتحرك فوق ولا تحت، انت اخرك كده كده اصلا محشور في صف قصير قوي، فاهم، على قدك. فكده كده مهما طبقت اي خاصيه من الفليكس ايتم مش هتاثر. بس هي فعليا هي بتطبق عادي، بس هي مش هتاثر ليه؟ لان الصف الصف قصير. ممكن تبان بقى امتى؟ لو انا مثلا عامل، لو انا كان عندي عنصر مثلا طويل شويه، وبقول له ايه، وجيت قلت له اعمل لي فليكس اند، هتلاقي العناصر نزلت تحت زي ما انت شايف كده. طب فليكس فليكس ستارت، هتلاقي اللي هم القصيرين بقى بدأوا يشتغلوا بقى، بدأوا يطلعوا فوق. بس ده كده كده محشور مش عارف يطلع فوق ولا تحت، بس دول اللي هيبان عليهم التأثير. برضو كذلك الصف اللي تحت نفس الكلام اهو، الصف اللي تحت وطولت لك انا دي برضو. عايز اعمل فيها فليكس ستارت هقوم طالع فوق كده. طب عايز اعمل فليكس اند، عايز اعمل فليكس اند مش عايز اعمل فليكس ستارت، هقوم واخد العناصر كلها نفس الكلام واقوم نازل فليكس اند. بس مين اللي مش هيتحرك؟ المحشور اللي هو الطويل ده بس. انما لو كان العناصر كلها قد بعض زي ما عملنا في المره اللي فاتت، لو كانت العناصر كده، لو كانت العناصر كده اصلا الصف كده كده كل العناصر متحشره فيه مش هتعرف يبان عليها اي تاثير. بس فالايتمز بتطبق كده كده، بس ممكن تبان وممكن لا. مش معنى كده ان الكونتنت تلغيها، لا الاتنين بيتطبقوا بس على حسب الوضع اللي انت عامله. تعالى نطبق الكلام ده في البراوزر كده. اه بص كده، انا جيت لعبت هنا بس في بعض العناصر طولت الارتفاع بتاعها شويه. جيت هنا طولت الثلاثه دول والثلاثه دول، وعملت فليكس اند، عملت فليكس اند للاثنين الايتمز والكونتنت. الكونتنت نزلتهم لي كلهم تحت كده. الايتمز جت في كل صف، الصف هنا بقى طوله كبير شويه، يعني الصف واصل لحد الارتفاع ده، اه يعني طول شويه بس عشان انا طولت العناصر. فالصف واخد الحته دي كده اللي انا معلم عليها دي كده، اللي انا بقى بحاول اشاور لك عليها دي. والصف اللي تحت برضو تخن شويه بقى واخد الحته دي. لو عملت فليكس للايتمز، الايتمز هتنزل تحت، يعني الايتمز القصيره ده نزلت تحت ما طلعتش فوق. دول كده كده محشورين فمش هعرف لا ينزل ولا يطلع. دول نفس الكلام نزلوا تحت ما طلعوش فوق، نفس الكلام على اللي تحت. طب لو عملنا فليكس الايتمز طلعتهم فوق، تعال نجرب كده. انا هاجي هنا وهعمل الكونتنت هسيبها زي ما هي كلهم تحت، بس هاخد بقى الصفوف واطلع ايه القصيرين فوق، هعمل ستارت. تعال نشوف. بص شفت اللي حصل؟ طلعوا فوق في الصف، والتخينه دي كده كده ما عرفتش تتحرك فضلت مكانها. بس فده الايه ده الفرق ما بين الاونلاين ايتمز والاونلاين كونتنت. نيجي بقى لاخر حاجه هنا وهي ان اصلا نستنتج من ده ايه، ان اصلا ما ينفعش ان انا اشتغل مع الكونتنت الا في حاله واحده. في حاله ايه؟ ان انا عامل راب. ليه؟ لان انا لو مش عامل راب، يعني تعال نشيل الراب كده، جيت هنا قمت عامل نو راب، تمام، عملت هنا نو راب. هنا نشيل اللي هي الكونتنت. الالاين ايتمز احنا عاملينها ستارت ماشي، نشوف هيتعمل العناصر هتطلع في كل صف ولا لا. نشوف هنا التأثير اهي، بس انا عامل نو راب. يعني هو اصلا عباره عن العناصر كلها في صف واحد، الصف الواحد ده اللي هو اهو بصوا، اللي هو كل دي كلها، لان هو صف واحد مفيش غيره، فمش مش هنقسم زي المره اللي فاتت كنا مقسمين الشاشه على نصين. هنا لا، هي الشاشه اصلا هي صف واحد الصف ده كله. فانا مطلع العناصر فوق حاشرها فوق الصف ده هنا كده. طب لو انا عامل الاين كونتنت، هنلغي دي ونعمل الاين كونتنت، المفروض مش هتشتغل. يعني انا عامل فليكس ستارت برضه، المفروض هي هنا مش هتشتغل. لو اشتغلت المفروض العناصر تطلع فوق صح؟ طيب لو ما اشتغلتش هترجع لي القيمه الافتراضيه اللي هي ستريتش، تمام. فاحنا هنشوف هتشتغل مع الستارت ولا لا. او ستارت نروح نشوف، لا عملت ستريتش، يعني رجعت لقيمه افتراضيه، يعني معنى كده ان هي تجاهلت اللي هي فليكس ستارت دي. ليه بقى؟ ليه؟ ليه اشمعنى هنا لما شلت الراب حصل كده؟ لان الالاين ايتمز بتتعامل مع عناصر عادي، عنصر في كل صف مش مشكله، هنا في صف وهنا في عناصر. انما الالاين كونتنت بتاخد الكونتنت كله، اللي هو الكونتنت ده بتقصد ايه بالكونتنت اللي هو المحتوى؟ تقصد بيه مجموعه عناصر.
فانت لو ما عندكش مجموعه عناصر مش هتعرف تشغل الكونتنت، لان الكونتنت بتتعامل مع مجموعه اكتر من صف، مش صف واحد، ما ينفعش يكون صف واحد. ليه؟ اصل هي بتعمل خواص مثلا معينه، زي ايه؟ تقول لك مثلا الاونلاين كونتنت اهي، عندك فليكس اند يعني خد لي الصفوف كلها، الصفوف، تقول لك خد الصفوف كلها، انت اصلا هنا ما عندكش صفوف، فهتاخد ايه تحطه فوق تحت، او فليكس ستارت تحطه فوق، او مثلا تعمل لي سبيس اراوند يعني تعمل لي مسافات حوالين الصفوف، هو في صفوف اصلا ما فيش. فعشان كده الكونتنت ما ينفعش تشتغل الا لو انت عامل ايه؟ راب، لازم تشيل النو راب دي.